كشفت تقارير أن الأهلي دخل في محادثات للتعاقد مع إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي الذي انضم هذا الصيف من بيراميدز. اللاعب أكد لمقربين منه في معسكر منتخب مصر أنه لم يتلقى أي تواصل رسمي من الأهلي. شدد على أن تجربته مع الجزيرة ليست محطة انتقال مؤقتا، بل يرغب في صناعة اسمه مع الفريق الإماراتي. أشار إلى أن الحديث عن عودته للدوري المصري بعد جولتين فقط من الدوري الإماراتي غير منطقي. أوضح أن خطوته المقبلة قد تكون نادياً خليجياً آخر، أو الاحتراف الأوروبي، أو العودة لمصر في المستقبل. اتحاد الكرة المصري رد على شكوى إثيوبيا بخصوص تصفيات كأس العالم، مؤكداً أن الأمر كان متوقعاً بسبب موقف الاتحاد الإثيوبي المسبق ضد مصر، مشدداً في الوقت ذاته أن جميع الوفود والجهات الرسمية أشادت بحسن التنظيم والإدارة خلال المباريات، ما يجعل الشكوى مجرد محاولة لإثارة الجدل دون سند قوي. شهدت تدريبات النادي الأهلي اليوم انتظام الثلاثي المصاب محمد هاني، كريم فؤاد، وأحمد نبيل كوكا بعد تعافيهم من الإصابات الأخيرة، ويعد انضمامهم دفعة قوية للجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش، خاصة مع اقتراب استئناف منافسات الدوري ودوري أبطال أفريقيا. كشف موقع فيل جول عن أزمة حدثت خلال الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، حيث شهدت الجلسة خلافاً بين ممثلي المنتخبين ومسؤول اللقاء حول بعض التفاصيل التنظيمية الخاصة بالزي الرسمي وموعد الحضور للملعب. ورغم التوتر الذي ساد الاجتماع في البداية، تم التوصل في النهاية إلى حلول توافقية تضمن إقامة المباراة دون أي تأثير على الجوانب الفنية أو التنظيمية. قاد محمد علي بن رمضان منتخب تونس للتأهل إلى كأس العالم 2026 بعدما سجل هدفاً قاتلاً أمام غينيا الاستوائية في اللحظات الأخيرة من المباراة. اللقاء كان متكافئاً حتى الدقائق الحاسمة، قبل أن ينجح نجم الترجي السابق في تسجيل هدف الانتصار الذي منح نصور قرطاج بطاقة العبور للمونديال بشكل رسمي وسط فرحة جماهيرية كبيرة. يخضع مهند لاشين لاعب وسط منتخب مصر لاختبار طبي أخير مساء اليوم لحسم موقفه من المشاركة في مواجهة بوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. اللاعب شعر بآلام عضلية خفيفة خلال التدريبات الأخيرة، والجهاز الطبي سيحدد مدى جاهزيته النهائية قبل اللقاء المرتقب. كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر طلب مواجهة منتخب البرازيل ودياً، لكن في مارس المقبل، وليس خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر كما تردد مؤخراً. وأكد المصدر أن الجهاز الفني يرى أن شهر مارس سيكون أنسب من الناحية الفنية والبدنية لخوض مثل هذه المواجهة القوية، خاصة مع ارتباط المنتخب بمباريات رسمية هامة في نوفمبر المقبل ضمن تصفيات. كشف الإعلامي خالد الغندور أن نجم الأهلي مروان عطية طلب من المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن المشاركة في مباراة الغد أمام بوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم. حسام حسن شدد على ضرورة جاهزية عطية نفسياً وذهنياً على أن يحسم القرار النهائي في التدريبات الأخيرة. المدرب تحدث أيضاً مع نبيل دونجا، أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر، مطالباً إياهم بالاستعداد الكامل في حال غياب مهند لاشين لعدم جاهزيته. وكانت أقاويل تحدثت عن فضل مدرب الأهلي كولر رئيس الجهاز الفني للنادي الأهلي على خيارات حسام حسن في المنتخب واختيار مجموعة لاعبين من الأهلي. علم في الجول أن منتخب مصر يقترب من خوض وديتين أمام منتخبي مالي ونيجيريا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وذلك في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025. المفاوضات بين اتحاد الكرة والمنتخبين قطعت شوطاً كبيراً، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن المواجهتين خلال الأيام القليلة المقبلة. كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن استيائه من بعض ما قاله عصام الحضري في مداخلته التلفزيونية الأخيرة. وقال حسن: ما أزعجني أن الحضري تحدث بطريقة توحي وكأننا أقل وطنية منه. هذا أمر لا أقبله، ولا أسمح لأحد أن يزايد علينا في حب مصر. الوطنية لا تقاس بالكلام،
بل بالفعل والتاريخ يشهد لكل واحد منا بما قدمه. كلفت إدارة النادي الأهلي نجم الفريق الأسبق وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد اللاعب إمام عاشور، وذلك ضمن خطة لجنة الكرة لإنهاء هذا الملف مبكراً وضمان استمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة. عبر مبابي عن سعادته بالعودة للمنتخب الفرنسي مع بداية تصفيات كأس العالم 2026، مؤكداً عزم الفريق على الفوز بالبطولة. أكد أنه في حالة بدنية ممتازة بعد عطلة جيدة واستعداد مثالي للموسم الجديد، وأوضح أنه استوعب تماماً انتقاله لريال مدريد الذي وصفه بالحلم. أشاد بمشروع المدرب تشابي ألونسو في ريال مدريد، واعتبره طموحاً وصارماً مع وضوح كبير في أفكاره. أوضح أن حصوله على الرقم 10 جاء بمبادرة من النادي أثناء عطلته. رشح عثمان دامبلي وأشرف حكيمي للفوز بالكرة الذهبية، وأبدى احترامه لموهبة لامين يامال. أكد حلمه الشخصي بالفوز بالكرة الذهبية، لكنه شدد على أن الأولوية للألقاب الجماعية. دعا لتكريم ديشامب في ختام رحلته مع المنتخب الفرنسي عبر التتويج بالنجمة الثالثة. ختم بتأكيده أن ريال مدريد يبقى المرشح الأبرز للفوز بدوري الأبطال رغم قوة المنافسة الأوروبية. أعلن مانشستر سيتي توصله إلى تسوية نهائية مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن النزاع القانوني حول لوائح المعاملات مع الأطراف المرتبطة. النادي اعترف بصلاحية اللوائح الحالية والتزامه بها. تم إنهاء إجراءات التحكيم رسمياً. الطرفان أكدا عدم إصدار أي تعليقات إضافية مستقبلاً، خطوة تنهي الخلاف القانوني وتعيد الاستقرار لعلاقة النادي بالرابطة. أعلن برشلونة إصابة فرانكي دي يونغ بشد عضلي طفيف في العضلة السدادية الخارجية بالساق اليمنى، وسيحدد موعد عودته حسب سرعة تعافيه. دي يونغ لعب مباراتين مع برشلونة هذا الموسم أمام مايوركا ورايو فاليكانو، كما شارك مع منتخب هولندا ضد بولندا قبل أن يخرج مصاباً.